بمكونين اتنين بس هنعمل حلا حلو وسريع وطعمه تحفة تحفة تحفة. هنجيب الخلاط وهنحط فيه كوباية من الكريم شانتيه وباكت كريم كراميل وكوبايتين من اللبن المتلج. دي كده المكونات بتاعتنا، هنضربها في الخلاط كلها مع بعض لغاية ما تدينا قوام كريمي. هنجهز بقى الكاسات او البولات اللي هنعمل فيها الحلا بتاعنا. هنعمل اول طبقة، هنحط بسكوت نغمسه في لبن كده، ممكن نستخدم اي نوع بسكوت متوفر عندنا. هنحط بسكوتة او بسكوتين بس في كل كاس زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى هنبدأ نحط الطبقة التانية اللي هو الخليط الكريمي اللي احنا ضربناه في الخلاط. انا هحط نص الكاس بس علشان يبقى عندي مساحة احط بقية الطبقات التانية. كده انا مليت الكاسات كلها لغاية نصها. هبدأ بقى احط طبقة تانية من البسكوت، برضو هغمس البسكوت في لبن واحط طبقة تانية فوق الطبقة الكريمي. يبقى احنا كده عملنا طبقة بسكوت وطبقة من الكريمة اللي احنا عملناها وطبقة بسكوت تانية. بقية الكريمة هحط عليها معلقتين كاكاو واضربهم ضربة في الخلاط. ودي بقى الطبقة الاخيرة معانا، هنحطها بقى فوق طبقة البسكوت كده. ويبقى احنا كده خلصنا الحلا بتاعنا. عايزة اقول لكم طعمه تحفة تحفة تحفة. نحطه بقى في التلاجة وبنقدمه ساقع. عايزة اقول لكم ان هو سهل جدا وسريع، ما كملش 10 دقايق بالظبط وكان جاهز معانا. انا هنا خلصت بقى الكاسات بتاعتي كلها كده. هبدأ ازينها. انا كنت طحنة بسكوت، هبدأ ازين الحروف كده بالبسكوت زي ما انتوا شايفين. التزيين بقى ده زي ما انتوا ما تحبوا حسب المتاح عندكم، يعني ممكن تحطوا قطع شوكولاتة، اي حاجة المتاح عندكم بتحطوه. انا هنا حطيت بسكوت واحط ويفر واحط عليه صوص كراميل كده على الوش عشان يدي شكل حلو. وبس كده كده يبقى عملنا حلا سريع كده وطعمه تحفة. عايزه اقول لكم طعمه كريمي كده وبيبقى دايب دوب. لما نحطه في التلاجة ساعتين ونطلعه ناكله بيبقى منعش كده وحاجة سهلة وسريعة. لازم تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها ايه.